هل فكرت قبل كده تشتغل مسوق بالعمولة لموقع عمل حر؟ بما اننا بنتكلم على كل ما يخص التسويق بالعمولة وافكاره المختلفة، فالموضوع بقى اللي معانا النهارده ده هو بقى موضوع منتشر جدا الفترة اللي فاتت، وخصوصا انتشاره على موقع بنترست، وهو التسويق بالعمولة لمواقع العمل الحر. وليه بقى منتشر قوي كده الفترة اللي فاتت؟ عشان وارد جدا ان اي حد قاعد على موقع بنترست، وزي ما اتكلمنا هو موقع بيجيله زيارات شهرية بالملايين، فوارد ان الشخص اللي بيتفرج ده يكون محتاج حد يعمل له مهارة في اي حاجة، وهو ان يعمل له خدمة معينة هو محتاجها، وانه يكون شاطر وبيقدمها بسعر كويس. يعني بكل بساطة انت بترشح عامل حر عنده موهبة، وايا كان بقى الموهبة بتاعته، سواء كان ميديا باير، سواء كان جرافيك ديزاينر، سواء كان مونتير، سواء هو كان واحد بيعمل فويس اوفر بصوته، سواء كان موشن جرافيك، سواء ايا كان ايه السكيل بتاعته، كل اللي انت بتعمله انت بترشحه لواحد تاني عن طريق رابط خاص بيه، والرابط ده موقع العمل الحر هو اللي بيديهولك. ولو اتفقوا مع بعض على الشغلانه دي فانت بتاخد عموله على المبلغ الاجمالي. يعني مثلا لو هم اتفقوا ان هو هيصمم له فيديو ب $100 مثلا، فانت هتاخد عموله 10% من الاتفاق ده كله، يعني هتاخد $10. ودي القصه بكل بساطه. وزي ما قلنا الموضوع ده انتشر بنسبه كبيره جدا في الفتره الاخيره، وخصوصا على بنترست. والنهارده بقى احنا جايين عشان نطبق التجربه دي، وهنتعلم ازاي نتقبل في برنامج التسويق بالعموله بتاع موقع العمل الحر.